ناس كتير بتسأل سؤال مهم جدا، هو أنا ليه جالي مرض نفسي؟ الحقيقة الأمراض النفسية مش زي الأمراض العضوية، مش مثلا عضو باظ أو عضو اختلت وظيفته زي مثلا الكبد فيه مشكلة فبدأ يحصل أمراض. لكن احنا هنقول إن الأمراض النفسية ليها 3 أسباب احنا بنقول عليها مالتي فاكتوريال أو متعددة الأسباب. أول سبب هو الجزء البيولوجي، وهو إن يكون في جين في العيلة، والجين مش لازم يكون لنفس المرض اللي عندك، يعني مش عشان أنت عندك وسواس قهري فيكون الجين في العيلة للوسواس القهري أو المرض موجود، ولكن ممكن يبقى فصام، ممكن يبقى اكتئاب، ممكن يبقى اضطرابات قلق، اي حاجه. فاحنا هنا اول حاجه لان جينات الامراض النفسيه مشتركه، هم مجموعه جينات بتشترك، بيختلف منهم واحد او اتنين وتبقى مشتركه في معظم الامراض النفسيه. فاول جزء هو الجزء الجيني، والجزء الجيني ده حتى لو ابن خالك وابن عمتك عندهم المرض، فده اول نقطه، وجود جين جوه العيله. النقطه الثانيه هو وجود شخصيه قبل المرض، فان شخصيات كتير بتبقى مضطربه اصلا قبل حدوث المرض. يعني ايه؟ يعني احنا نلاقي ان الشخص مثلا اصلا هو اكتئابي طول عمره، اكتئابي ومزاجه حزين، فده اكثر عرضه في الضغوط ان هو يجيله مرض الاكتئاب. او هو اصلا شخص دقيق جدا ووسواسي جدا وبيغسل بزياده وبينظف بزياده ولكنه لم يصل لدرجه الوسواس، فده اكثر عرضه في لما يجيله مرض انه هيجيله مرض الاكتئاب، القلقانين نفس الوضع وهكذا. طيب، ثالث سبب مهم معانا هو الضغوط اللي حصلت، الجزء السوشيال والضغوط الاجتماعيه اللي حصلت على الشخص ده. فنلاقي ان معظم الامراض بتظهر امتى؟ بتظهر في ظرف ضاغط جدا، فمثلا وفاة حد من المقربين او حد بيحبوا الشخص ده، انفصال مثلا في علاقة عاطفية او انفصال بالطلاق مثلا. نلاقي مثلا زي ضغوط الامتحانات، تبتدي نلاقي الطلبة ايام الامتحانات بدأت تظهر عليهم الامراض النفسية، يظهر الفصام، الوسواس يبان هنا قوي، نبتدي نلاقي الضغوط كلها بتبان او الامراض كلها بتبان وقت الضغوط. فاحنا هنا زي ما قلنا هو مالتي فاكتوريال، مش سبب واحد ولكن عدة اسباب. اول حاجة في جزء جيني، في جزء شخصية قبل المرض، والجزء الثالث هو الجزء الضغوط اللي بنتعرض ليها. يبقى السؤال المهم ازاي احمي نفسي من الامراض النفسيه، وده هيبقى جزء جديد. دمتم بصحه وسعاده.